أهلا بكم في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، وأكثر 4 منتخبات أظهروا انضباطا وانسجاما داخل الملعب، ونجوم تلعب بأقوى مستوياتها الكروية منذ مدة. الأربعة الكبار المغرب، نيجيريا، مصر والسنغال، في واحدة من أقوى النسخ الإفريقية في رأيي الغير متواضع. تحديد البطل أو حتى تحديد طرفي النهائي صعب جدا. الأربع منتخبات كل واحد فيهم عنده شغف ودافع أكثر من الأخرى للفوز باللقب هذه السنة. المغرب أكثر مطالبة بالفوز، غياب عن التتويج منذ 50 سنة، مركز نصف نهائي كأس العالم من معجزات القرن، لاعبين في أعلى مستويات، الكأس على أرضنا وجمهورنا، والمغاربة لن يقبلوا بأي شيء سوى اللقب الإفريقي المنتظر. مصر وحلم الثامنة يعود إلى الواجهة بنخبة حسام حسن بعد 16 سنة. نيجيريا بلاعبين وأسماء مرعبة ووجود مستمر في الأدوار النهائية والبحث عن اللقب الرابع له. والسنغال بنهاية جيل يسعى لفرض هيمنته على إفريقيا، تتويج ثاني خلال 4 سنوات فقط. نصف نهائي حلم ديال العصر، والتوقع في آخر الفيديو. نبداو بنصف النهائي الأول، المغرب نيجيريا. المغرب ربحنا فعلا الكاميرون 2-0، نعم، لكن الفرق كبير بين نسخ الكاميرون السابقة ونسخة الكاميرون الحالية الرديئة، فما تجيناش حالة ديال النشوة ونقولوا راه قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، حيت داكشي اللي غنشوفوا قدام نيجيريا حاجة أخرى، حمادة تاني خالص. المغرب داخلين وعندنا أسلحة قوية من جمهور متعطش وأرض ومعنويات مرتفعة لأعلى مستوى، والرسالة واحدة، أن الكأس لن يخرج حيا من المغرب. على مدار البطولة كان اهتزاز في الأداء ديال المنتخب، مرة جيد متوسط إلى سيء دور المجموعات، ثم الانفجار قدام الكاميرون بكلين شيت وأداء رائع وتنوع وانسيابية وتكتيك بان وسط الملعب. ولكن هادشي جا بعد سيل من الانتقادات للركراكي اللي قلقناه وما بغاش يضحك معنا باقي. ولكن كتحس باللي هذا الماتش بالذات فيق الركراكي وفيق المنتخب وعطانا دفعة للأمام كنا محتاجينها. دفاعنا قوي باستقبالنا لهدف وحيد ومن ضربة جزاء، هجومنا استثنائي بقيادة عسيلة المغرب إبراهيم دياز هداف البطولة لحد الآن، والكعبي وحكيمي والرفاق الله يحفظه صافي. لاش؟ حيت هادشي كامل غيتحط امام اختبار حقيقي، امام اقوى منتخب لاي شخص محايد في هذه النسخه من كاس افريقيا، من اقوى خطوط الدفاع بعيدا عن الارقام. الجزائر ما قدرتش تشوط ولو شوطه واحده عليهم طيله 90 دقيقه، ولكن تحكيم اش غندير. وايضا اقوى خط هجوم ب 14 هدف، وهنا غيفيق بونو بزز منه، حيت تابعوا فيلم ديال الرعب سميتهم اوسيمان ولوكمان، وغيخليوه يكره اي حاجه كتنتهي بان، كونان والفران وحنان والكيسان وسمحوا لي، وايضا اكور ادامز وشوكويز. والدافع الاقوى انهم ما كاينينش في كاس العالم، هذا الشيء يخليهم مطالبين بانجاز، والله يستر. المهمه صعبه جدا لن ننكر، معركه حاميه لاخر ثانيه في المباراه، وكل منتخب عنده دوافع الكبيره والكثيره باش يوصل للنهائي. التاريخ معنا، المغرب فاز على نيجيريا في الافريقيه 3 مرات من 4 مباريات، احداهما توج فيها المغرب باللقب الوحيد سنه 76. هي مباراه كبيره بين منتخبين عريقين، فهل يفعلها الركراكي ام للوكمان راي اخر؟ مصر والسنغال، منتخب الفراعنه بقياده حسام حسن يستعد لمواجهه السنغال وسط حاله معنويه جيده بعد الاداء اللي قدموه الفراعنه امام الكوت ديفوار دور ربع النهائي. على الجانب الاخر يطمح منتخب السنغال في استمرار نغمه التفوق على منتخب مصر بعد نجاح الحصول على لقب كاس افريقيا 2021 والوصول الى كاس العالم 2022. هادشي علاش كتعتبر مباراه مصر والسنغال القادمه نهائي مبكر نظرا لقوه الفريقين وامتلاكهما العديد من العناصر المميزه. مصر والسنغال تقابلوا 5 مرات في كاس الافريقيه، السنغال ربحت 2 ومصر ربحت مرتين، والتعادل مره واحده في 2021 والتتويج السنغال. هذا تاريخ. النسخه الحاليه فالسنغال اكثر انضباطا من معظم منتخبات القاره باسماء قويه ومرعبه، والافضليه السنغاليه واضحه. ساديو ماني اللي بسببه خسرت مصر كاس افريقيا، وايضا عدم الصعود لنهائي كاس العالم 2022 في قطر وبنفس الطريقه. الحارس القديم ادريسا كاناكي وجاكسون والحارس ميندي قدموا مباريات جيده حتى الان وبمستوى ثابت. لا يحتاج منتخب مصر لان يكون الطرف الاكثر استحواذا او صناعه للفرص من اجل حجز بطاقه التاهل الى النهائي. التاريخ القريب يؤكد ان الفراعنه يجيدون هذا النوع من المباريات التي تحسم بالتفاصيل الصغيره لا بالارقام. مصر تحتاج تركيز وظروف خاصه للفوز، وايضا تجنب العرضيات اللي تسبب الهدفين في مرماهم في المباراه السابقه امام كوت ديفوار. صلاح ومرموش خاصهم يكونوا افضل جاهزيه من اجل تحقيق انتقامهم هذه السنه، رغم ان المهمه كتبان صعيبه او حتى اصعب من النسخ السابقه. المغرب بدياز والكعبي وسلاح الجمهور امام نيجيريا المرعب وفراعنه مصر وفرصه الانتقام الصعب. التوقع لنهائي بدون اطاله للكلام، المغرب والسنغال. هادشي ليك، ما تنساش الجيم وما تنساوش توقعاتكم واشتراك في القناه. كان معكم حسن، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام.